التلج هيتجمد ويموت. وبيبدأ الفريق الطبي انهم يستخدموا الليزر عشان يدوبوا الجليد، وبعد ما بيخف سمك الجليد بيشوفوا كائن بشري، ولما بيشوفوا شيبرد بيقول لهم انه عمره 40,000 سنة. وبيفضل الفريق العلمي مذهول قدام الاكتشاف ده، والدكتورة بريدي بتقول انهم بعد شوية هيبدأوا في تشريح الجثة، وان جماعات الطب هتطلب اجزاء من جسمه عشان تحللها، لكن شيبرد بيعرضها وبيقول لها ان الاكتشاف ده لازم يحافظوا عليه وهيفرق معاهم في المستقبل. وبنشوف للفريق الطبي بعد ما بينجحوا انهم يدوبوا كل الجليد وبيوصلوا للجثة واللي بيتبقى ملفوفة بجلد الحيوان، وبيلاقوا فيها سلسلة ومحفظة. وقبل ما يبدأوا التشريح بياخدوا عينة من القلب وبتطلع ريحة غريبة سببها انه متخزن فيها مادة تحفظ جسمه من البرودة. وبيشوفوا ان المخ لسه شغال وبيرجعوا له النبض وبيتنفس وبيفوق وبيخاف من الفريق وبيتوتر وبيعمل اصوات غريبة وبيدوه مهدئ. وبعدها بيتجمع الدكاترة وبتقول بريدي انهم يحتفظوا بيه